أيضا الإمام الترمذي في جامعه مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى رسول الله من طريق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، ووقف به عند قوله: فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. القلب القاسي إخواني وأخواتي هو القلب الذي زايلته الرحمة، الذي نزف ماء رحمته فصار عسيا قاسيا صلبا فظا غليظا والعياذ بالله تبارك وتعالى. وحري بهذا القلب أن يكون محروما من ألطاف الله ومن فيوضات رحمة الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، ليتخيل أحدكم أو إحداكن نقطتين في الفراغ ويريد أن يصل بينهما بوصلة. الإمكانات المتاحة لكي يصل بين هاتين النقطتين تقريبا لا يعلم عددها إلا الله تبارك وتعالى. يمكن أن يصل بينهما مقتصدا بخط مستقيم فيكون قد سلك أقصر السبل للوصل بين هاتين النقطتين. يمكن أن يصل بينهما بمنحن من فوق أو من تحت. يمكن أن يصل بينهما بزاوية من فوق أو من تحت بخط متعرج. يمكن أن ينطلق بخط من إحدى النقطتين ويدور به حول الكرة الأرضية مرة أو مرات إن شاء، ثم ينتهي به عند النقطة الثانية. المشكلة إخواني وأخواتي أننا في عالمنا الإنساني، في عالمنا البشري، لا نمتلك عمرا يمكننا ويهيئ لنا أن نجرب كل الإمكانات المتاحة أو المتخيلة أو المفترضة. العمر أقصر من هذا، ومن هنا حاجتنا إلى الهداية الربانية. من هنا حاجتنا وعوزنا إلى أقصر طريق يفضي إلى الله تبارك وتعالى. هل طرحنا على أنفسنا هذا السؤال من قبل؟ ما هي أقصر طريق أو أقصر سبيل تفضي إلى الله تبارك وتعالى؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يمكن إخواني وأخواتي لمن تأمل في كتاب الله وسنة مصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أن يعود بهذا الجواب مطمئنا: الرحمة. أقصر طريق إلى الله تبارك وتعالى الرحمة. من كان رحيما ظاهرا وباطنا متخلقا بهذا الخلق فإنه يصل إلى الله أسرع من غيره. برهان هذه النتيجة إن شاء الله سنطالعه ونقف عليه